يخرجوا ويردوا. هؤلاء يشتمون السنة، يشتمون البخاري والكلام ده. النهاردة أنا جاي وأنا قادم إلى الحلقة جورنان أهو، أنا صورت والله الكلام، وأنا يعني حصل لي وجع في معدتي فورا أول ما قرأت هذا الكلام. العدد القادم في جورنان الأسبوع القادم يقول: ننشر فصول أجرأ رواية مصرية. أنا أقرأ هذا الكلام لأن العدد هيصدر الأسبوع القادم، وأنا بقول هذا الكلام للمراقبين على الصحف إن كانوا مسلمين ويتقون الله سبحانه وتعالى. الرقابة على الصحف أين هي؟ إذا كان الصحف بتشتم رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية راضي أن يشتم، ده هذا هو حر في هذا، لكن أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام وفي العدد القادم من الصحيفة هذا لا يحل مطلقا. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يصدر هذا العدد، وأحذر، والمؤسسة الرسمية ينبغي أن تأخذ إجراء فوريا ضد هذه الصحيفة. أنا أقرأ الآن أهو: العدد القادم ننشر فصول أجرأ رواية مصرية محاكمة النبي محمد، على صفحات اليوم السابع فقط. لماذا يجاهد أعداءه بالسيف قتلا وسبيا ويستحل الغنائم؟ لماذا جعل الحكم بعده ملكية خاصة لأصهاره وأقاربه؟ الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء، ده كلام يكتب في دولة دينها الرسمي الإسلام. الليالي الحمراء لمحمد. محمد مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا يحل لأحد أن يقول له يا محمد هكذا مجردا. ده بيقول الأسرار الحمراء، الليالي الحمراء لمحمد مع النساء. ده نبي؟ ده كلام يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في جريدة ويقال أجرأ رواية في دولة دينها الرسمي الإسلام؟ وعمالين يقولوا لي الأزهر لحد ما فلقوا دماغنا بالأزهر. أنا عايز الأزهر يتصرف في هذا، عايز شيخ الأزهر يتصرف في هذا، عايز علماء الأزهر يتصرفون في هذا. ولماذا لا يتزوج أحد من أمته بنسائه بعده؟ أنا مش فاهم والله، دول مسلمين ولا كفرة؟ والله عز وجل يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عايز يقول إيه؟ عايز يتزوجوا نساء النبي؟ دول مسلمين اللي بيأكلوا هذا الكلام؟ يتاجرون بعرض النبي حتى وصل، يعني ما عادش فيه أي خط أحمر إطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام صار كلأ مباحا، وصار عرضه كلأ مباحا على صفحات الجرائد والليالي الحمراء للنبي مع النساء. أنا والله لا أدري ما أقول. يعني الخراب والدمار والعار اللي احنا عايشين فيه سببه أمثال هؤلاء. أرضنا لو احتلت وما بقي لنا منها شبر لا تساوي قلامة ظفر أمام هذا الكلام. نحن نستحق أن يضرب بالنعال في كل مكان عشان أمثال هؤلاء اللي هم ضيعوا البلاد والعباد وفرضوا علينا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يجوز لأحد مطلقا أن يتكلم عنه هذا الكلام ولا عشر هذا الكلام.
لكن تجرأوا لما المؤسسة الرسمية تخلت عن دورها الحقيقي، وهو الدفاع عن دين الله والدفاع عن الله ورسوله، ويطلع يقول لك ده حرية فكر. لا، ده مش فكر، ده كفر، ده اسمه كفر، ما اسموش فكر. فإحنا الهجوم من كل مكان علينا بكل أسف. كما قال القائل: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. أنا كدت إن أنا ما أجيش النهاردة لما رأيت هذا العنوان، لأني انصدع قلبي من هذا الكلام. أنا مش راضي أكمل الكلام. طبعا في لسه عناوين أخرى في هذه الورقة مش قادر أكمل.